أنا تونسية ونعيش في السعودية، واليوم اشتهيت أكل مصري. حبيت نجرب الملوخية المصرية. شكلها يا جماعة كان غريب عليا برشا. هيا قلت خليني نذوقها مع العيش المصري. الشيف بيدو جابهولي مازال كيف خرجوا من الفرن، ريحته تشهي. هيا قلت خليني نبدأ نذوق هالملوخية. هكا هي تجي جارية. القدمة الأولى صراحة تصدمت، جو جديد عليا ما فهمتهاش، إلا مكليت المرة الثانية والثالثة باش فهمتها، وكانت ياسر بنينة. ودلوقتي باش نذوق معاكم ثاني أشهر طبق مصري اللي هو طاجن ورق العنب بالكوارع. ريحته تحفة زي ما يحكوا المصريين. الطبق هذا تجم تاكله بالفرشيطة اللي هي الشوكة أو بالعيش. بصراحة عجبني برشا. جماعة اللي تحب ورق العنب مش يعجبها. نعطيه 9.5 من 10. والطبق هذا يعشق كل مصري. اسمه السمين. فيه لحمة راس، لسان، مخ، سجق، ممبار. أتوقع المصريين اللي عم بيتابعوني بيعرفوا شو هو بالضبط الطبق هذا. أعطيه 9.75/10. ونجيو لآخر طبق يا جماعة، اللي هو المشكل المصري المتكون من سجق، نقولوا عليه مرقاس في تونس. هذا اسمه طرب، عبارة عن لحم مفروم محشي، عجبني برشا. وهذه بقى الكفتة، لازمني نعمل عليها رشة معدنوس. ويمي نودكم ولا نشهيكم. قالوا لي بقى يا ستي لازمك تقربيه مع العيش المصري السخن. حطيت المشويات في العيش وزدتهم شوية معدنوس، بالمصري تقولوا بقدونس، وطحينية. طحينية معروفة برشا، الباز متاعها بجرجلان، ونحن نقولوا عليها حلوى شامية جاري عندهم. والطبق هذا نعطيه 10/10، وإن شاء الله يكون عجبكم كلامي بالمصري.